الحقيقة أنا كنت عايز أعمل الفيديو ده من فترة طويلة، ولكن يعني بصراحة يعني كل ما أجي مفيش طاقة خالص. يعني دخلت الشتاء، الأحداث اللي بتحصل، متابعة الأحداث بتخلي الواحد عامل زي اللي واخد علقة ومدشدش حرفيا، مش قادر يعمل أي حاجة، حاسس بعجز غريب أو بشلل غريب كده، مخليه مش قادر يعمل أي حاجة، خاصة يعني لو شغله بيبقى متوقف على قراره الشخصي. انا قررت النهارده ان انا هشتغل، قررت النهارده مش هشتغل، عنده تحكم يعني شبه كامل او تقدر تقول كامل في وقت شغله او حاجه زي كده. آه، بس الحقيقه في كذا حاجه بتقدر يعني تشوفها وتفيدك، منهم فيديو لسه علي محمد علي، الله يبارك له، لسه منزله حالا، خليني اوريه لك. فعلا كلام منطقي وكلام عقلاني جدا جدا. كنت بحاول ان انا يعني اوصل حاجه زي كده، ولكن ما اظنش ان انا كنت هوصلها بالاسلوب الجميل اللي علي السلام اتكلم عليكم. بيه. وعنوان الفيديو هو الانجاز وقت في مثل هذه الاوقات العصيبه. هذا الفيديو من قناه علي محمد علي، الانجاز. وجميل قوي علي بصراحه، الفريم ده رائع 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 يعني جميل. ف يعني ممكن ان شاء الله بعد ما تشوف بتاع ده الفيديو ده تتفرج على، هنسيب لك رابط عليه في وصف الفيديو. الدنيا بتشتي يعني، وده في المعتاد كان بيبقى شيء محبط جدا بالنسبه لي بسبب حساسيتي وبتاع، بس الحمد لله يعني اظن السنه دي قادر اقاوم شويتين. يعني الاهتمام بفيتامين د وشويه حاجات كده اخرى بصراحه عملت فرق كويس. المهم لفتره طويله جدا للاسف الشديد كنت محبط، وزي ناس كتير جدا مش عارف اعمل حاجه، مش قادر اعمل حاجه، وحاسس حاسس بالعجز، وحاسس يعني هو شعور تملكنا جميعا، لكن فيما يبدو ان هو كان اكتر شويتين ثلاثه على الناس اللي شغلهم يعني في ايديهم، او شغل على السوشيال ميديا او شيء من هذا القبيل، بخلاف الناس اللي عندهم يعني ميعاد في الشغل، بيصحى الصبح يروحوا وما عندوش اوبشن هو يتغيب او حاجه زي كده. فانا اظن دي من احد العوامل اللي ساعدت ان يعني تخفف من الموضوع شويه. انا الفتره اللي فاتت دي يعني تملكني شعورين مختلفين تماما عن بعض. احدهم هو يعني الاحساس بالعجز والشلل، وان انت مش قادر تعمل اي حاجه، والاخر هو احساس بالتفاؤل وشعور كويس جدا، وحاسس ان يعني الحياه دبت تاني في القضيه، واللي جاي بكل تاكيد هيكون مختلف تماما عن كل الحاجات اللي فاتت. ف اللي حصل في شهر اكتوبر ده يعني كفيل ان هو مش يغير بس تداعيات الموضوع والموقف، لا ده عمل تغيير عالمي، وكأنه عمل زي تأثير الفراشة كده او الباترفلاي افكت، اللي هو حاجة حصلت في مكان معين شقلبت الدنيا في اقصى نواحي الارض، بعيد خالص عن الموضوع ده. المظاهرات اللي احنا بنشوفها في كل حته في اوروبا وامريكا وبلاد لم تكن تعرف شيئا عن اصلا فلسطين ولا القضيه، والناس اللي بتأسلم بسبب انها الهمت بصمود اخواتنا وتعاملهم مع النوازل ديت هناك، اللي لما واحد الكلب او القطه بتاعته بتموت ممكن يعني يجيله اكتئاب، فده بتلاقي واحد يعني 30 واحد من عيلته بيفقدوا مره واحده، يستشهدوا مره واحده. يعني اعذروني على محاولتي لانتقاء بعض الكلمات، لان للاسف الشديد المنصات دلوقتي بتتعامل معانا بخسه، وبتحظر وبتمنع وبتحجب وبتقلل الوصول وحاجات كتيرة، فالواحد بيحتاج ان هو يعني يواري كده في كلامه. تلاقي واحد يقول له ايه مالك، في ايه، احنا كلنا مشاريع شهداء، ايه المشكلة يعني، احنا فالصمود ده لا 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 يعني مش لا مش معهود، مش طبيعي، ما بتشوفوش خالص. انا ما شفتش يعني هذا القدر من الصمود في حياتي يعني. فربنا يثبتهم ويقويهم وينصرهم ويكتب لنا ان احنا نلقي بسهم في هذا النصر يعني ان شاء الله. المهم الواحد لما استعاد اتزانه وبدأ يعني ايه، يعني يستعين بالله كده
ويقوم ويشوف الدنيا. فإذ بي أفاجأ بأحد التعليقات من أحد الشباب لك أنت المفروض الفترة دي متعملش أي حاجة، متنزلش أي حاجة، توقف أي محتوى أنت بتعمله والكلام ده. فيعني كنوع من المشورة يعني نزلت هذه السكرين شوت على تويتر وعلى يوتيوب، يعني شوف آراء الناس بخصوص هذا الموضوع إيه. والحقيقة يعني انبهرت من مدى الوعي اللي بقى عند كتير جدا من الناس، وفكرة لا يعني هو انت لو وقفت حياتك فهم كده انتصروا. انت مش مطلوب منك انك توقف حياتك، انك لما توقف حياتك فانت ما بتساعدش باي حاجة. يعني اخواتنا هناك لم يستفيدوا باي شيء على الاطلاق. انت مجرد ان انت ايه وقفت حياتك. واظن ان ده الخيار الاسهل. الخيار الاسهل دلوقتي انك ايه تقعد ما تعملش اي حاجة، وظنا منك ان ده يعني الحاجة اللي في ايدك تعملها، يعني اللي هو لا شيء، اللي هو شيء غريب جدا. الناحية التانية بقى لانك تكمل تستمر وتحاول توجه البوصلة بتاعتك بحيث ايا كان شغلك، ايا كان الحاجة اللي انت بتعملها، ترمي على هناك، تودي هناك. يعني موضوع البوصلة ده موضوع مهم قوي. يعني فكرة ان القضية دي بالذات هي البوصلة اللي يعني ما فيهاش سبيكترم، ما فيهاش احتمالات كتيرة. هي فكرة ان انت مع القضية او مش مع القضية، مفيش سبيكترم خالص خالص خالص. يعني ودي بقى احد الحاجات اللي الخلاف فيها يفسد كل الود في كل القضايا. المقولة بتاعت الاختلاف في الرأي لا يفسد في الود قضية، لا يعني اللي هو دي بقى تفسد كل حاجة، تفسد يعني كل حاجة. فالشاهد في الامر ان انت المفروض تشتغل في الاطار بتاعك، في اطار قدرتك، بحيث ان انت تقدر تساعد. يعني الانسان لو هو ضعيف فبيبقى عبء على اللي حواليه. يعني هو ممكن يكون في نيته المساعدة ولكن بتجيب العكس، انت بتبقى عبء على اللي حواليك لو انت ضعيف ومش جاهز. فانت محتاج انك تجهز نفسك وتهيئ امورك وتشتغل بالقدر اللي يسمح لك انك تعمل فارق فيما بعد. فالشاهد في الامر هنا ان الكلام ده للاسف الشديد غير مستصاغ خالص في العقليات او في الثقافه بتاعتنا. احنا الثقافه بتاعتنا محتاجين نعمل حاجه حالا اهو، تكون نتيجتها حالا اهوت، تعمل فرق حالا اهو. فالحاجات دي ما بتحصلش كده. يعني الاشياء بتاخد وقت. فكرة ايه الحاجة اللي انا ممكن اعملها حالا اهو وتسمع هناك حالا اهوت، في بعض الاشياء بكل تأكيد. يعني في ناس جزاهم الله خيرا اشتغلوا على موضوع الاي سيمز او شرايح التليفون الالكترونية اللي يقدر حد من غزة يشغلها، تبعت له الكيو ار كود وهو يشغلها. ده من الحاجات اللي بتفرق حالا. الناس اللي بتتبرع في الجهات المتخصصة ده بيعمل تأثير حالا. الناس اللي بتوعي بالقضية، هو الحقيقة ده كان المفترض ان هو من الحاجات اللي بتأثر بعدين على المدى البعيد، ولكن احنا بنشوف تأثيره حالا فعلا. الموضوع دلوقتي بقى بيسمع بشكل لحظي لو انت قدرت تعمل حاجة وتساهم بشيء يعني. ولكن على الجانب الاخر في حاجات بقى مهمة جدا جدا بنفس القدر من الاهمية، مش هنشوف نتيجتها دلوقتي او مش هنحصد ثمارها دلوقتي، ولكنها بيكون ليها الاثر الاكبر فيما بعد. وهي التوعية بالموضوع وبأصل الموضوع وبأساس الخلاف وبأصل الحكاية. يعني احنا ايه اللي ودانا هنا او ايه اللي جابنا هنا، والناس دول بيعملوا ايه، طب احنا عايزين ايه اصلا. يعني احنا اللي عايزينه من الحوار ده كله ايه. علشان احيانا الانسان بيتوهم ان هو عايز حاجة معينة في حين لا، ان انت لو خدت الحاجة ديت فانت خسرت. من الحاجات اللي ممكن يعني تعمل فرق كبير جدا جدا في الوعي هو الدورات والمحاضرات اللي معمولة. الحقيقة في حاجات بديعة، في حاجات رائعة. يعني أنا أرشح وبقوة السلسلة موجودة على الساوند كلاود للدكتور راغب السرجاني اسمها فلسطين حتى لا تكون أندلسا أخرى. يعني بيتكلم عن أصل بقى الحوار والكيان ده الكيان ده اصلا نشأ ازاي، وازاي ثيودور هرتزل لف كده وجمع الدنيا ولم الحوارات وان مجهود شخص واحد فعلا عمل هذا الفرق الضخم. واخد بالك؟ فبيوضح كمان الثمن المفروض يدفع من اجل التحرير. والحقيقه ساعه ما الانسان بيتكون عنده هذا القدر من الوعي بيبدأ يفهم الموضوع ويستوعب الامور ويفهم اللي حصل ده حصل ليه. يعني احد الاراء
او احد الاسئله اللي كانت منتشره جدا في بدايه هذا الموضوع، في بدايه العدوان على اخواتنا، كان فكره هم ليه راحوا جروا شكلهم؟ يعني هم ما كانوا قاعدين وكافيين غيرهم شرهم، ليه راحوا جروا شكلهم كده؟ هم مش عارفين ان هم يردوا عليهم بعلقه سخنه وهيقتلوا ناس كتيره جدا من الابرياء، وبشكل ما بتلاقيه بيحمل الدم ده على ايد المقاومه، في حين ان الناس اصلا اللي بيقع عليهم القصف والاذى يقول لك احنا مع المقاومه. فالفكره هنا ان لما تفهم اللي حصل ده حصل ليه، وان هم ليه بيردوا الضرب، لا ده هم يعني بالفعل اللي حصل في 7 اكتوبر ده هو رد، ما هواش عدوان، يعني هو مقاومه، هو دفاع، ما هواش عدوان بشكل ما. فبتبدا تستوعب بقى القصه، وبتبدا توسع العدسه بتاعتك وتشوف المشهد كله، ما تشوفش اللحظه دي بس. يعني التاريخ زي ما الناس الجميله يعني ستاند اب كوميديانز في الغرب على فكره عاملين شغل جامد جدا، بيقول لك التاريخ ما بدأش يوم 7 اكتوبر. ما ينفعش انك تتفرج على مسلسل وتبدأ من الحلقة ال15 وتفكر انك هتستوعب اللي حصل. لا، التاريخ ما بدأش من هنا، في حاجات حصلت قبل كده ادت لهذه النقطة يعني. فشاهد في الامر، احنا ان شاء الله شغالين على فيديو هنحاول ننزله على دروس اونلاين، بس هنحاول نترانسكريبتد بحيث ان يوتيوب يمرر الموضوع والالجوريزم ما تقفشهوش وتحجم انتشاره بشكل ما. وفي باذن الله يعني اظن شويه حاجات كده هتساعد بشكل ما ان احنا نستوعب الدنيا رايحه فين. بس